في الفيديو ده هنتكلم عن ما دار بين البروف فيريرا وايمن الرمادي بعد مباراة اسوان والزمالك. وفي الفيديو ده كمان هنتكلم عن سبب طرد شيكابالا من قائمة نادي الزمالك امام الداخلية. وفي الفيديو ده كمان هنتكلم عن سبب طرد اسامة نبيه وابنه من نادي الزمالك نهائيا. يعني فيديو دسم جدا، فيديو مهم جدا، يا ريت تشوفوه. نصلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان في الدنيا، الاهلاوية والزملكاوية، اهلا بيكم. قلت الزملكاوية كمان عشان الفيديو ده يخص الزملكاوية اكتر من الاهلاوية، بس ده ما يمنعش برضه ان الاهلاوية يشوفوا الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، واللي بيحصل في النادي الاهلي واللي بيحصل في نادي الزمالك. شتان الفارق، شتان الفارق. مفيش مقارنة اصلا. بعد سقوط نادي الزمالك في بئر اسوان في اسوان، بعد ما رئيس نادي الزمالك جاب لهم وجبات ويكلف نص مليون جنيه النادي، او كان بيقول من جيبه الخاص تقريبا، لقى نادي الزمالك هزيمه نقراء من ابناء الجنوب نادي اسوان 2-1. وبعد هذا اللقاء مباشره توجه فيريرا البروف مدير فني نادي الزمالك الى ايمن الرمادي مدير فني نادي اسوان، وقال له: ايه يا عم، ايه يا عم اللي انتوا عملتوه معانا ده يا عم؟ انا طالب منك ان انت تلعب كده قدام الاهلي كمان زي ما لعبت كده قدامنا، يعني مش قدامنا بس. وبعدين ايه الغل ده؟ ايه الغل اللي كانوا بيلعبوا اللعيبه بيه ده؟ كسرتونا ودغدغتونا، حرام عليكم. هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ ومكلفين نفسنا وقطر ووجبات وجايبين مشبك واحنا جايين، هو ينفع كده؟ طبعا ده لسان حال كل الزملكاويه، مش فيريرا بس. فيريرا اكنه بقى زملكاوي ابن زملكاوي عايش في نادي الزمالك في 100 عقبه من 50 او 60 سنه، يعني من وهو نونو. نفس كلام الزملكاويه فيريرا لخصه في جملة واحدة لأيمن الرمادي، والجملة دي هي سبب اختلاف الأهلي عن الزمالك على مر العصور. أو الجملة دي بالذات ماسكينها الزملكاوية، إن في تفرقة بين الأهلي والزمالك في كل حاجة، حتى في المدير الفنيين بيعاملوا الأهلي غير الزمالك، بيسخنوا لاعيبتهم قدام الزمالك أكتر من الأهلي، في الإعلام هكذا، في الدولة نفسها بتساند نادي الأهلي عن نادي الزمالك. هو الراجل قال له: العب كده قدام الأهلي بس زي ما لعبت كده قدامنا. ملخص 100 سنة تفرقة بين الأهلي والزمالك، أو هما اللي في عقولهم الجملة دي، إن في تفرقة في كل حاجة بيتعامل بيها الأهلي عن نادي الزمالك. فيريرا لخصها في جملة واحدة. ايمن الرمادي ما عرفش يرد عليه ويقول له ايه، يعني الصراحة يعني حاجة مستفزة جدا. الراجل قال له: احنا بنلعب كده قدام الفرق كلها، ومش الاهلي بس، بنلعب كده قدام الفرق، ده سيستم الفرقة، بنلعب للمكسب، ما بنترصش ورا قدام الجون وندافع، احنا جايين بنكسب. ثم انت جاي لي على ملعبي وعايز تكسبني كمان؟ ما عادش الكلام ده يا بيه. فدي رسالة قوية جدا للنادي الاهلي في اسوان. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. رسالة قوية من ايمن الرمادي مارسيل كولر، حافز قوي جدا للاعيبه النادي الاهلي في مباراتهم امام اسوان. حد يسالني يقول لي: ايه رايك في الكلام اللي فيريرا قاله ليه ايمن الرمادي؟ اقول له: انا مختلف معاه تماما، لان الكلام ده ما ينفعش يتقال بينه وبين الراجل. الكلام ده المفروض يتقال في مؤتمر صحفي مثلا، كان يبقى مبلوع شويه، انما بينه وبين الراجل ده بيقلل من مجهود ايمن الرمادي، او بيسخر منه الى حد ما، يعني اكتر منها سخريه من انه بيشجعه. هو كده بيسخر منه، يعني بيتريق عليه بمعنى اصح. دي من وجهة نظري، يعني هي ما تتفهمش غير كده. اما لو كان قاله في المؤتمر الصحفي مثلا، او يعني عامة ما كانش قاله منه ليه كده، كان يبقى الموضوع معدي، يعني يعدي عادي، والراجل يعني بيشجع ايمن رمادي وبيقول له: برافو عليك، وانك مدرب كويس، ويا ريت تستمر كده على طول قدام الفرق كلها مش قدام نادي بعينه. فده كان يبقى الطف، يعني شكله احسن من كده شويه. انما بينه وبينه ده من وجهة نظري، يعني ان هو بيسخر منه وبيقلل من امكانياته. بس ده يعني ده ملخص بسيط لرأيي المتواضع من كلام فيريرا لايمن الرمادي. بالنسبه لشيكابالا وطرد شيكابالا من قائمه نادي الزمالك في مباراه الداخليه، كلنا عارفين طبعا ان شيكابالا ابن النوبه وابن اسوان، وهو من الحته دي. فطبعا شيكابالا ليله المباراه الساعه 2 بالليل عمل عزومه للاعيبه رنجه وفسيخ. فطبعا يعني صبحوا تاني يوم اتغلبوا. عارفين يا جماعه، لو ما كانش الزمالك اتغلب كانت الامور عدت عادي، وكانوا احتفلوا كمان بالاكله دي. لكن الزمالك اما سقط في بئر اسوان واتغلب 2-1 ونال الهزيمه القويه دي، كل سلبيات الرحله ظهرت. فاول سلبيه في الرحله هي عزومه شيكابالا للاعيبه ليله المباراه الساعه 2 بالليل، رنجه وفسيخ.
طبعا ده يثبت وان دل فانما يدل على ان المعسكر فوضى، معسكر فوضى، مفيش انضباط في المعسكر، مفيش الكلام ده يحصل في الاهلي نهائيا. اي اكل عامه مفيش الكلام دوت يدخل المعسكر في النادي الاهلي، انما شيكابالا ورنجه وفسيخ والساعه 2 بالليل وليله المباراه كارثه. عشان كده نادي الزمالك طرد شيكابالا، او قائمه نادي الزمالك طردت شيكابالا من مباراه الداخليه، وممكن تطرده كذا مباراه كمان. انا اقدر اقول لكم كده بالفم المليان الزمالك شغال كده صح وماشي على الطريق السليم، يعني ما طلعش اسطوره ولا حاجه. تالت حاجه سلبيه حصلت في هذه المباراه الكارثيه لنادي الزمالك، واللي تعد في عنق زجاجه للهبوط في مستوى نادي الزمالك، هي ان اسامه نبيه لما نادي الزمالك دخل في الجون الكورنر، الجون الاول او الجون الثاني تقريبا، اسامه نبيه امن على الخط وبيزعق للاعيبه وبيقول للاعيبه ازاي وازاي يحصل، وازاي ده يبقى لوحده، وازاي. قام فيريرا واقف على الخط زعق لاسامه نبيه وقال له اقعد ما تتكلمش، ما اسمعش حسك، اقعد على الدكه ما اسمعش حسك. طبعا الموضوع دوت عمل ضجه في نادي الزمالك وفي قناه نادي الزمالك، وطارق يحيى في برنامجه بعد المباراه في الاستوديو التحليلي هاجم البروف بشده وقال له انت نافخ نفسك على ايه يا عم؟ احنا لعبنا في ام النادي ده لعبنا في ام النادي، وقعد يشتم نادي الزمالك طارق يحيى من غير ما يعرف، ويغلط في نادي الزمالك ورموزه. طبعا اسامه نبيه استاء جدا وقعد اخد نفسه كده وقعد على الدكه من غير ما يرد على فيريرا. وهم راجعين في الطريق في القطر، فيريرا قال لامير مرتضى، قال له ما يجيش بكره التمرين، لو جه بكره التمرين هطرده من التمرين قدام ابنه، فبلاش يجي بكره التمرين. فطبعا اسامه نبيه عرف اللي حصل بين امير وفيريرا وما جاش التمرين ولا هو ولا ابنه، ولحد دلوقتي ابنه ما دخلش التمرين، وطرد اسامه نبيه من جهاز فني نادي الزمالك. فيريرا يرتاح بقى كده ويعرف يشتغل ويتكتك، لان فيريرا كان حاسس ان اسامه نبيه هياخد منه او الاداره الفنيه لنادي الزمالك، خصوصا بعد تالق ابنه يوسف اسامه نبيه. طبعا يوسف كان زعلان جدا على ابوه، عشان كده ما حضرش التمرين بقاله 3 ايام من يوم ماتش اسوان، وعشان كده مش هيبقى موجود برضه في قائمه نادي الزمالك امام الداخليه، وممكن ما يكونش في الماتش الجاي. يا جماعه من تخميني من الموقف اللي حصل، او من اللي حصل دوت بقى مستقبليا، ان نادي الزمالك هيجيب اسامه نبيه مدير فني لنادي الزمالك، وانا اهو وانتوا اهو، وهنشوف انا اهو وانتوا اهو. والايام ده منصور بيتصيد لفيريرا على غلطه واحده بس، هيطرده بره نادي الزمالك ويجيب اسامه نبيه مدير فني نادي الزمالك عشان يراضي ابنه يوسف اسامه نبيه، اللي جاي له عروض قويه جدا بمبالغ طائله لنادي الزمالك. وطبعا الفرخه اللي هتبيض الذهب ما ينفعش تزعل، الفرخه اللي هتبيض الذهب دي لازم تتراضى ازاي؟ نجيب ابوه مدير فني للفرقه. لبن تمر هندي كله بيخبط في بعضه في نادي الزمالك. طبعا في المقابل النادي الاهلي استقرار تام. بالمناسبه عينيكم فلقت الحجر، عينيكم وقعت كريم فؤاد يا جماعه قطع في الرباط الصليبي. النادي الاهلي بيعلنها ان كريم فؤاد قطع في الرباط الصليبي، وخلاص الموسم بتاعه كده انتهى، يعني قدامه 9 أو 10 شهور عبال ما يرجع تاني هو واكرم توفيق. ربنا يستر من اللي جاي، كل مباراه بيقع علينا لاعب واثنين وثلاثه، ربنا يستر من عينين الزمالكاويه. في نهايه الفيديو لو عجبك اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناه. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.